بيكم في حلقة جديدة من برنامج بناتي كيميكي، ومعاكم نوري علاء وهدير عاطف وأرزاق الدبراني ونورهان أبو العز. ازيكم يا بنات؟ لحقتي تنسي اسمي؟ انت عارفة بقى المشكلة، النور كان قاطع واحنا كنا كلنا زعلانين ومتضايقين وكنا خايفين ما يطلعش النهارده من كتر الفرحة نسيت الأسامي. انا عايزه اقول لك ان الجو النهارده حر جدا وشمس. ولا انت ايه رايك يا ارزاق في اللي احنا حصل لنا النهارده؟ لا، ده احنا حصل لنا حاجات كتير قوي. هنقول ايه ولا ايه يا هدير؟ بس ندخل في موضوع النهارده. نوري ما اتكلمتش لحد دلوقتي بس هي تعبانه قوي يعني. نقول لها الف سلامه عليكي يا نوري. السلام عليكي يا نوري. الله يسلمك يا حبيبي، انا سايباكم تاخدوا فرصتكم بس الاول. عاملين ايه؟ يلا اخبار رمضان، ورمضان قرب يخلص وهندخل في العيد بقى وعادات وتقاليد العيد وحياه العيد. بس قبل ما نخش في موضوع الحلقة، احنا كنا نضايق جدا يا نوري لو ما كنتيش جيتي النهارده والله، وانتي عملت لنا مفاجأة ان انتي جيتي النهارده ومن غير ما تقولي لنا، واحنا كنا هنتضايق لو كنا طلعنا من غيرك الصراحة. ما قلت عشان العيد بقى اجي افاجئكم. طب نتكلم شويه عن العيد ايه ولا ده يا ايه؟ جماعه؟ هو احنا النهارده هنتكلم عن العيد؟ طب يا جماعه قبل ما نتكلم عن العيد نقول للناس كلهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، عيد الفطر المبارك. يا رب يكون عليكم خير ان شاء الله. وطبعا رمضان خلاص خلص انا متضايقه على فكره أنا كلنا على كل فكره. سنه نقول ان رمضان بيخلص بسرعه جدا. السنه دي بقى احنا ما حسيناش بيه اصلا. ونشغل الاغنيه كل مره يا هدير اللي هي والله لسه بدري. يا فعلا شهر الصيام. لسه بدري يا شهر الصيام. جيت وخلصت بسرعه. كان نفسنا تطول اكتر من كده شويه يعني. لا بس فرحه العيد برضو ملهاش حل. طبعا يا هدير، يعني احنا بنستناه يا بنتي، ده سنه يعني. ولبس العيد بقى والحاجات الجديده اللي وكعك بتيجي العيد ديت. انت نسيتي. وكعك العيد. ايه ده انتوا هتخشوا في المواضيع كده وتحرقوها؟ ماشيين كده على طول، واحدة واحدة، احنا ورا لسه بعض داخلين ورا في بعض ورا الحلقة يا بعض، جماعة. صح؟ احنا سخنين على فكره ده من الحر. تقريباً. من الحر اللي احنا فيه. لا بس الاول عايزين نتكلم ان رمضان خلص بسرعه جدا، اكتر رمضان متهيألي عدى بسرعه. انا ما حسيتش بيه، رغم ان انا في الاول الصراحه كنت حاسه ان هو ماشي ببطء وان هو مش هيجري بسرعه، بس مره واحده كده حسيت ايه ده، خلاص رمضان يخلص الاسبوع ده عشان متهيألي مش قاعدين فاضيين فعدى بسرعه تقريبا. بس يا جماعه احنا الايام دي طبعا العشر الاواخر من رمضان اخره عتق من النار. طبعا لازم الكل يتقرب من ربنا كويس جدا، لان بيبقى فيهم ليله القدر يا هدير. طبعا احنا عارفين ليله القدر بفضلها قد ايه علينا. يا رب ارزقنا بيها يا رب، وتكون كل دعوات اللي احنا بندعيها تكون مستجابه في ليله القدر يا رب. يا رب الناس كلها بقى ما تتلخمش في لبس العيد وكعك العيد وعادات العيد والكلام ده، وينسوا. وتنسى ليله القدر واخر ايام من رمضان. طيب احنا قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهارده عن العيد، هنسمع الاول اغنيه محمد نور، نفسي، اللي طلبها معانا كريم الجوهري. هو صديق البرنامج كده من اول حاجه، من اول ما نزلنا برومو، من اول ما نزلنا حاجه كان بيسمعنا، فنحب نقول نهدي له ميرسي له. جدا يا كريم، ربنا يخليك لينا. فنسمع اغنيه محمد نور نفسي ونرجع لموضوع الحلقه بتاعتنا. مع نفسي بفتكر اللي فات واندم عليه، وساعات كتير بتمنى لحظة في حضنها. خايف يقولوا الناس عليا جراله ايه، مش ده اللي كان بيقول هعيش من بعدها. مش قادر انسى حتى ولا عامل نسيها، وإن جت سيرة هبقى وعي فيها. لا مني قادر عالمعاد ولا مني بنسى، عايش منى الصدفة لو تجمعني بيها. على ذكرى بينا من زمان لسه بعيش، وهموت عشان خاطر في يوم ارجع لها. ليا فيها ولا حتى ان كان ماليش، يفضل في قلبي ليها عايش حبها. مش قادر انسى حتى وانا عامل نسيها، وان جت سيرة هبقى واعي فيها.
مفيش مكان رحنا زمان وما رحتوش، سألت عنها ناس كتير من وقتها، اللي عارفه واللي حتى ما عرفوش، من تحت بيتها معدي واسأل عنها. ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج بنات سيكي ميكي على راديو علشان بلدنا. النهارده بقى الموضوع معانا موضوع العيد، واحنا كنا معانا اول فقره فيها، او ندخل بقى في الموضوع على طول، وهي صلاه العيد. بالظبط كده يا هزير، عايزين نقول ان العيد دايما فرحته اول حاجه بتيجي في بال اي حد، ان هو بيبقى مستني العيد ان هو ينزل يصلي صلاه العيد الاول، وتلاقي الناس كلها بتتفق ان هم ينزلوا مع بعض عشان يصلوا صلاه العيد. صح يا نور، عشان دي الفرحه. انت لما بتنزلي تصلي صلاه العيد وتشوفي الناس وتسلمي على الناس وتحسي الناس مبسوطه، وفي الجامع بيكونوا بيوزعوا حاجات ومش عارفه ايه للاطفال وكده، بتحسي فعلا بفرحه العيد. فكك بقى من اللبس والكلام ده ليه فرحه تانية خالص، بس لمه الناس وفرحه الاطفال الصغيره، عشان احنا يمكن كبار ما بقناش نحس بالفرحه دي قوي قدهم، منظرهم هم فرحانين وبلالين والحاجات دي بقوا فاهمه في فرحه باينه عليهم. بس في ناس برضو دلوقتي بتبقى كسلانه ان هي تنزل صلاه العيد. لا لا لا، على فكره هي دي بتهيألي الكل اصلا بيستنى الصلاه دي، عشان كل المسلمين بيجتمعوا في الصلاه دي بالذات، في يعني بتهيألي في العيد كله في المكان ده هو اللي بيجمع كل المسلمين بتهيألي اليوم ده. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه، هنكمل الموضوع العادي، بس عايزه اقول الاول ما تيجي نقول لهم سؤال الحلقه بتاع النهارده، عشان احنا كل مره بنقول لهم فزوره وبتاع، فالمره دي بقى مش هنقول فزوره، مش هنقول فزوره، هنقول سؤال الحلقه. هنقول سؤال الحلقه، هو برضه متعلق بموضوع حلقتنا يا نور. هو اكبر عيديه اخدتها من مين وكانت كام؟ انتوا خدتوا عيديه؟ ما خدتش هديه. لا كل السنين فاتت ما خدتيش عيديه؟ لا السنين اللي فاتت. ما اكيد ما خدتيش دلوقتي. طب احنا يعني احنا كبرنا دلوقتي، تفتكري هيدونا عاديه عادي ولا؟ ما انا لو ما خدتش هديه مش هيحصل كويس. هزعل قوي على فكره، مش هيحصل كويس، مش هزعل ايه. بس عايزين نقول ناس يجاوبوا بصراحه بقى ومش عايزه الاقي واحد يكتب بقى 1000 جنيه وهو واخد 5 جنيه والحاجات دي. تمام. وهنستنى اجاباتهم على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، برنامج سيكي ميكي بالعربي، وهنستنى تليفوناتكم على 012 02 35 674. هقول الرقم تاني 012 02 35 674. واحب بس اقول حاجه صغيره قبل ما نكمل موضوع حلقتنا، ان احنا اول برنامج في راديو علشان بلدنا بيعايد على الناس. ايوه صح، احنا اول ناس، كل سنه وانتم طيبين. بنات سيكي ميكي كلهم بيعيدوا على كل اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا علشان يسمعونا برضو، عشان احنا الطبيعه اصلا بتوع المفاجآت وبتوع الفرح عامه في الراديو ده. بنات سيكي ميكي بقى لازم المفاجآت تطلع مننا على طول. يا جماعه بنات سيكي ميكي احنا مش فرافير على فكره، بس مش معنى كده ان احنا ما نقولكوش كل سنه وانتم طيبين. عامه يا هدير، انت كل حلقه تدخلي تقولي لهم ان احنا مش فرافير، هم أيوة عارفوا. احنا عايزين حاسه هيكلمونا في احنا مش التليفون، فرافير. حاسه هيكلمونا في التليفون يقولوا على فكره انتوا مش فرافير، فاهمه؟ من كتر ما انت بتقولي احنا مش فرافير، احنا مش فرافير، احنا مش اصل ناس كتيره قوي اما اقول لهم سيكي ميكي، ايوه يلا يا بتاعت سيكي ميكي. ايوه هو الاسم غريب شويه، بس هو يعني بريد بقى وكده، فلو قشطه يعني سيكي ميكي. طب يا سيكي ميكي بقى انت وهي ايه رايكم؟ نكمل بقى احنا كده نكمل بقى موضوع الحلقه على الاخر، يعني لو ما دخلناش في موضوع الحلقه النهارده. طيب احنا كنا بنقول على صلاه العيد، وهدير كانت بتقول هي على طول مستغربه ما اعرفش ليه، بتقول ان في ناس لا انا المعترضه، انت مستغربه ان مش كل الناس، في ناس بيكسلوا دلوقتي ان هم ينزلوا ويصلوا، بس يعني مش قوي، بس معظم الناس بيستنوا العيد عشان صلاه العيد دي بالذات، ولا ايه؟ طب قبل ما نتكلم على صلاه العيد نفسها، تعالي نتكلم عن وقفه العيد. يعني انا ملاحظه ان وقفه العيد بتبقى الناس كلها الاصحاب وكده بينزلوا يتجمعوا ويسهروا لحد الصبح، لحد محدش بينام خالص اليوم ده طبعا، كله مستني بقى لحظه لما المؤذن بيقول الله اكبر عشان ينزلوا مع بعض يروحوا يصلوا. ولا انت؟ بصي هم الولاد في الوقفه بينزلوا يلعبوا كوره، ده اساسي. اي ولد في الدنيا ساعه الوقفه لازم ينزل يلعب كوره، يجمع صحابه كده بتوع المنطقه
الناس اللي يعرفهم يروحوا نازلين كده في مكان فاضي ويقعدوا يلعبوا كوره. البنات اليوم قاعدين في الكوافير اساسي بقى. يا نوري مش فاهمه ايه الفكره، بس هو اساسي لازم يروحوا يقعدوا في الكوافير اليوم كله. انا لسه كنت عايزه اقولها كده يا هدير، يعني كده مع الهوا. فضايح فضايح يعني. ايوه صحيح، شغالين لحد الفجر ما عندهمش مشاكل، عارفه في لغايه اخر الشارع طوابير. عايزه اقول لك بيبقى يوم العيد بيبقوا فاتحين من بعد صلاه العيد على طول، الكوافيرات كلها بتبقى مفتوحه لان بنتي ده من الناس ما قبلها بتلحقش بكتير. تخلص بالليل، يعني ليله الوقفه ما بيلحقوش يخلصوا، وكل الناس اللي بتجي. هو حد عنده فكره ليه يعني ليه البنات بينزلوا في العيد يعملوا كل الكلام ده؟ فرح وكده وانبساط عيد وبتاع. فرحه بقى يا نوري. يعني ما يعني انا افضل طول السنه وبعدين اجي لا مش طول السنه على فكره، قصدي طول الشهر. لا طول الشهر. شعري بتاع. طب انا ممكن اعملها قبل كده. ايوه على فكرة. شعري وكده، بس الواحد لازم يهتم يعني العيد بقى وكده وشعري. ها انت عارفه انتيكات العيد دي، وكل عيد بيبقى ليه انتيكه معينه. يعني مثلا انتيكه عادي جدا، يعني مثلا الكحك، انت عارفه يعني الكحك ده برضو ليه تقاليد معينه. لو تعالوا نرجع كده بالزمن ورا شويه، ايام زمان، العيد زمان والعيد دلوقتي. زي مثلا الكحك زمان هم كانوا لازم، يعني هم اللي بيعملوا الكحك والبيتيفور والحاجات دي كلها. دلوقتي الناس بقى تستسهل ويجيبوا جاهز. طبعا كان كل جيران بيتلموا مع بعض ويقعدوا بقى يعملوا مع بعض الكحك دوت، وبيبقى ليه فرحه كبيره جدا وهم بيعملوه مع بعض، وكل الناس بتبقى فرحانه لا قوي ويقعدوا مستنية اليوم يعملوا ده. اشكال في الكحك وينقشوه حاجات كده غريبه، والبسكوت لازم يتعمل في البيت وقريبه، والبيتيفور كله بيتعمل في البيت، ما بس بقاش على فكره يا هدير ده مستمر لغايه دلوقتي، بس قليل دلوقتي- قوي. قليل. بس انا بحس ان هو مش بيستمر عشان خاطر مثلا فرحه وان احنا قاعدين بنعمل، هو بيستمر عشان خاطر في مشاكل اقتصاديه في البلد وبتاع، فهو ما فيش امكانيه مثلا يجيبوا مثلا كحك كتير بتاع، فهو ممكن باقل تكلفه يعمل هو الكحك مثلا في البيت. طب انا اقول لك مثلا الناس اللي هي ممكن تكون لسه مستمره ان هي بتعمل الكحك والبسكوت وكده، يعني الارياف او الصعيد او المناطق السعوديه والارياف، بس- هم دول بس في تقريبا اللي ناس- بيعملوا لحد دلوقتي، هم اللي بيعملوا حاجه بايديهم. هو هناك اكتر طبعا، لان هم هناك اصلا يعني حياتهم كلهم شغالين بايديها، حتى الاكل اللي بياكلوه من ارضهم الكلام ده، فكل حاجه بايديهم. طبعا. انما عايزه اقول لك هنا اصلا لسه ان في- العيد في الارياف غير العيد هنا، ودي حاجه هنقولها بس مش دلوقتي عشان ما ما نحرقهاش. نحرقش. بس عايزه اقول لكم هي انت يا نوري بتقولي ان هي لسه موجوده لحد دلوقتي الى حد ما، بس برضو زمان كان ليها فرحتها. يعني عارفه واحنا زمان صغيرين نفتكر دايما لما نقعد مع جدادنا ومامهاتنا مامهاتنا وجيراننا وهما بيعملوا كده سيكي ميكي ميكي يعني. وهما بيعملوا الكحك والحاجات دي، بنتفرج عليهم بيعملوا ازاي وعايزين نقلدهم ونعمل زيهم. كان ليها برضو فرحه تانية احنا في حاجات كتير قوي كنا بنفرح بيها يا جماعه زمان قوي، يمكن ما بقتش دلوقتي تحصل او ادمت او مثلا بنكسل نعملها. يعني في ناس كتير قوي بتقول انا مش فاضيه اقعد اعمل كحك فانزل اجيبه جاهز وكده. احنا اللي كبرنا، مش هي الحاجه اللي اتغيرت، احنا اللي كبرنا. انتوا عارفين دلوقتي فكرتوني بفيلم عسل اسود، لما قعد معاهم وقعد يعمل الكحك وكده كان مبسوط جدا. احنا دلوقتي احنا لو رجعت بينا الايام وجينا نعمل الكحك وكده هنبقى في انبساط، يعني ما اعتقدش ان احنا هنحس. لان دي بتهيألي التقاليد الاساسيه بتاعت مجتمعنا كمجتمع شرقي. التقاليد بتاعتنا. طبعا الروح بتاعت البلد واللمه بتاعت الناس دي هي اللي بتعمل الفرحه، عشان كده هو لما جه هنا وشاف اللمه دي اتبسط بيها، عشان الكلام ده مش موجود بره غير الروح اللي هنا. هو انا مش عارفه احنا ليه كل حلقه لازم نخصص كده فيلم واعلانات ونفتكر حاجات كده. المفروض نعمل فقره الاعلانات بس على احنا فكره. هنلم فلوس كتير قوي لو هنعمل اعلانات. يلا هو فشل نعمل دعايه البرنامج. طيب نتكلموا في ايه تاني غير صلاه العيد؟ احنا اتكلمنا عن صلاه العيد واتكلمنا عن الكحك بتاع العيد شويه، بس انا يعني عشان ما نفضلش نقعد نرغي كده، ممكن اسالكم بتحبوا ايه في الكحك والبوتيفور والحاجات دي؟ انا بحب البسكوت بسكوت. بس. ارزاق ما بتاكلوش اصلا. ده مسممه تقريبا. مسممه ولا ايه؟ مع ان لا بصي انا يعني بحب البسكوت والبيتيفور، لكن كحك وكده لا، ماليش فيه تقيل صراحة. صح؟ لا والبيتيفور برضه تنكه في حاجات معينه كده تنكة. بحب، يعني عارفه انت سيكي في ميكي حاجات سيكي كده ماليش. ميكي. واضح ان انت هنمشيكي في البرنامج عشان مالناش شوبها. طب انت يا نوري بتحبي تاكلي ايه؟ لا بوتيفور بسكوت برضه. برضو؟ هو كل الناس احنا بنات بسكوت سيكي ميكي بقى ما ضايقه. ما احنا سيكي ميكي فعلا. لا طب انا بقى عايزه اقول لك ان في مش كحك وبسكوت وبس، كمان بيعملوا ترمس وحمص، بتبقى بقى حاجات حادقه شويه لان الواحد ترمس؟ بيبقى خارج من صيام. شوكولاته هدير. احنا بنجيب شوكولاته. لا انا اقول الترمس والحمص في الارياف، يعني انا عشان يمكن حضرت كذا مره العيد في الارياف، لازم الترمس والحمص ده اساسي عندهم، دي وجبه اساسيه لما اي حد ضيف يجي. بصي هو عامة أنا مستغربة موضوع الترمس والحمص والشوكولاتة، الحاجات الغريبة دي متعودة على الكحك وبوتيفور والبسكويت الحاجات الأخيرنا دي، تمام. بس يعني هو ممكن تكون حاجة جديدة بس غريبة.
لا لا، هي مش جديدة ولا غريبة، بس هي بتبقى حسب كل مكان وتقليد الاحتفال بتاع العيد بتاعه. يعني احنا لو هنتكلم عن القاهرة وكده والمدن المتمدنة، بيبقى فعلا طريقة احتفالهم كحك وكده. يكون هدير قالت اللي هي بتتكلم عن مناطق الريف والصعيد وكده، فبيبقى ليهم احتفالات خاصة خالص غير القاهرة وكده. عموما انا متاكده ان الحركه دي ظهرت هنا في القاهره، يعني هتنتشر لان الشعب المصري بيموت في اي حاجه في كده الأكل. وبيعملها على طول. هو مش اكتر فارقة حاجة فيها معاه. اكل يعني. بالظبط. انا عايزة اقول أهم لك حاجه عنده لما نزلنا عملنا استطلاعات رأي، كانت اغلبية الناس بتقول انا اكتر حاجة بتستفزني في العيد الزحمة. طيب ايه رايكم عشان احنا اتكلمنا كتير نطلع فاصل صغير كده نسمع اغنيه محمد منير فرصه اللي طلباها سلمى صقر، ونرجع لكم مره تانية. الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال، شعرها بيطير قدامها بيدار علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة لو ننده ما بتسمعش اصلها بتسد ودانها، لو راحت ما بترجعش دي شقية وليها دلالها. لو ننده ما بتسمعش اصلها بتسد ودانها، لو راحت ما بترجعش دي شقية وليها دلالها. الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال، شعرها بيطير قدامها بيدار علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة حلمك لو يوم يلمسها تديك اكتر ما بتحلم، الفرصة بتعرف ناسها واللي بتفوته بيندم. حلمك لو يوم يلمسها تديك اكتر ما بتحلم، الفرصة بتعرف ناسها واللي بتفوته بيندم. الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال، شعرها بيطير قدامها بيدار علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة لو واقف وسط كتير ممكن تختارك انت، مهما طول المشاوير في اخرها هتوصل انت. لو واقف وسط كتير ممكن تختارك انت، مهما طول المشاوير في اخرها هتوصل انت، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال، شعرها بيطير قدامها بيدار علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال.
ورجعنا لكم لسه مكملين معاكم بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن طريقة احتفالنا بالعيد، وهنكمل الكلام عن الاحتفال بالعيد دلوقتي. وهنقول طريقة احتفالنا يا نور بالعيد بتكون مختلفة كتير قوي مش في القاهرة بس، بيبقى ليهم تقاليد، وفي يعني الصعيد وفي الريف بيبقى كل مكان وليه طريقة احتفال بالعيد مختصة. بالظبط كده، كل مدينة ليها طريقة احتفال معينة، مش كل الناس بتحتفل زي بعض. يعني مثلا عندنا في الأرياف عندهم تخيلي مثلا بيحتفلوا بالعيد نص يوم بس، مش عندنا بقى 6 7 8 عارفة. احنا فعلا عندنا ممكن ناخد أسبوعين عشان بنحتفل بالعيد مثلا. هو من حاجة بعد وبتاع. صلاة العيد، بس في عادة بيعملوها غلط قوي يا نور. يمكن انا عشان صعيديه وكده بحس ان هو غلط قوي بيعملوها، وعارفه الحاجات دي ان هم بعد ما بيخرجوا من صلاه العيد بيروحوا يزوروا المقابر هناك. لا طب انا اقول لك بقى، يعني هو عندكم في الصعيد بعد صلاه العيد على طول على بيزوروا طول المقابر. لا احنا في الوقفه وبيزوروا المقابر في الوقفه، وبعد كده بقى بس عشان انا عايزه اقول لك ان يعرفوا هو يعيدوا حرام بعدها. اصلا اللي هو زياره المقابر بعد صلاه العيد على طول، لان ده يوم ربنا جعله ان احنا نحتفل بيه. طيب انا هقول لك، هو المفروض ان هم يعني بيحاولوا يشاركوا الناس، او ان هم دول الناس اللي كانوا بيشاركوهم على طول في العيد، فبيزعلوا عليهم ان هم مش موجودين معاهم في العيد ده. بصوا يا جماعة، هو احنا عشان بس ما نتكلمش في حاجة احنا مش عارفين قوي هي صح ولا غلط، يعني احنا بس بنقول هما بيعملوا ايه، الله اعلم بقى هي حاجة صح ولا حاجة غلط، بس هما بيعملوا كده، يعني هو ده اللي احنا عارفينه. طب نكمل بقى، هما بيعملوا ايه بعد ما بيروحوا يزوروا المقابر وكده؟ بيطلعوا طبعا يهدير ويبداوا يروحوا يزوروا قرايبهم بقى. اقول لك بقى، زياره القرايب ديت بجد، انا برضو من النوع اللي بروح الارياف وكده، اروح البلد هناك. الاول نروح البيت حد من قرايبنا يعني نزوره كده، هو لازم يحطوا الترمس والحمص، وبعد كده الكحك والبتفور ومش عارفه ايه، حاجات كده كتيره. نخلص البيت دوت، اهل البيت نفسهم يجوا معانا على البيت اللي احنا رايحينه تاني، نفس الحاجه، ترمس وحمص، كل بيت لازم يقدموا لنا نفس الاكل ولازم ناكل منه. يعني انا ببقى خلاص اللي هو خلاص على اخر اليوم بطني دي قد كده، اللي هو انا خلاص مش قادره اكل عشان عيب ما تاكليش منه، صح؟ طب يعني هو بقى نفسي اعرف الناس دي كلها بيروحوا المكان التاني ازاي. طب كل مرة عمال يكبر بس يكبر محتاجة يكبر. بس افهم حاجه يا جماعه، هو يعني في الريف كل العائلات بتروح للعائلات التانية، ولا يعني ولا مثلا العائلات الكبيره هي اللي بتروح للناس اللي في بقيه القريه؟ يعني هدير انت اللي عارفه عشان تروحي. تقريبا. طيب انا لو هتكلم عن عيلتي مثلا، احنا العيله اللي عايشين في القاهره كلنا طبعا لازم نروح نسافر هناك، كل اللي في القاهره هم اللي بيلفوا على البيوت اللي عايشين هناك اساسي. فبعد ما بنخلص اللف ده كلهم بقى بيجوا عندنا في البيت اللي احنا بنبقى مقيمين فيه اصلا. واحنا نقدر نقول يعني ان كله بيروح يزور بعض، مش كله. العائله الكبيره ولا العائله الصغيره، بالظبط. بيبقى كل اهل البلد بيروحوا لبعض، ما يعني بتفرقش بقى ان ده من بيت كبير او من بيت يعني هم صغير. عندهم اهم حاجة ان هم يروحوا يزوروا الناس دي كلهم. مش تفرق بقى، يعني مش هتفرق معاهم على كبار قد ولا ما صغيرين، تفرق بس ان اهم هم- حاجة هم يخلصوا، عارفة الناس دي كلها كده بقى خلاص يروحوا البيت هي فعلا خلص كده، ما شكرا بتبقاش أوي. فارقه معاهم يا نوري غير قد ان هم بيشوفوا بعض مش اكتر. انا عايزه اقول لك ان العيد بيخلص على الظهر بس، وبعد عند كده بقى العصر بنروح خلاص. ننام. لا احنا عندنا هنا لو رحنا زورنا قرايبنا يبقى كويس. يعني رحنا لقرايب خالته بقى وتيتا والناس دي، لو رحنا لهم يبقى كويس قوي، هناك بيزوروا كلهم. لا بقى يا نوري، انت تتكلمي عن العيد بقى هنا ده بيبقى 3-4 ايام يا نوري، يعني براحتكم بقى، اديكوا فرصه بس يعني. بس انا عايزه اعرف حاجه، هو العيد قديمة أوي يا السنه أزاء. دي بقى، العيد السنه دي بقى 8 ايام؟ سؤال بس مش عارفة، وانا حاسة ان ده رقم مبالغ كبير فيه. قوي. بس هو لو كده 8 كده كتير. عامة الناس عامة كده كده بيعملوه بياخدوا كده أجازة. يعني كده وكده هم كده كده بياخدوا اجازه، مش فارقه اذا كان في عيد ولا مفيش عيد، هم كده كده الناس قاعده يعني. تيجي تمام. تقول لك انت قاعد عيد بقى، يعني عيد خلص. لا لسه فاضل كام يوم. ما انا بقول لي نوري بتقول لي احنا ما بنزورش اول يوم، بقول لها عندك تاني يوم تالت يوم رابع يوم، احنا ما عندناش غير يوم واحد فبنلحق بسرعه. لا يا رزق، انا اقصد انه احنا عندنا هنا ممكن تزوري وممكن ما تزوريش، يعني ممكن اهلك هم يروحوا يزوروا بس مثلا صغيرين ما يروحوش. في الارياف يبقى عيب في حقهم ان انت لو رحتي من غير عيالك. مش تبقى هنا عيد. عندنا مش فارقه هنا معانا قوي، فاهمة؟ لكن هم هناك لازم هنا يروحوا ممكن يزوروا. هنا ممكن تقولي ايه، الولاد مثلا خرجوا مع اصحابهم في العيد، هناك لو قلت كلمه زي كده بالنسبه لهم تبقى هنا. اهانه جدا. ويا سلام لو مثلا امال فين هدير ما جاتش معاكي ليه؟ اصلها تعبانه نايمه يعني طول الليل امبارح صاحيه وكده. ما احنا مش في بالها، ما احنا هو احنا لو على بالها كان المفروض تيجي بس يا تعمل جماعة- لنا تقدير. بس دي ممكن يكون بعد العادات اللي احنا افتقدناها مع مرور الزمن، ان احنا ما بقيناش نجتمع زي الاول ونروح نزور بعض زي الاول. للاسف، عشان كده بقول لكم العيد زمان كان ليه فرحه غير دلوقتي. يعني زمان كنا دايما لو تلاحظي كان الناس تروح وتشوف اهاليها ولازم تعيد عليهم، لكن دلوقتي يعني في الاول الموضوع تطور شويه، بقى
اللي هو في الموبايلات وبتاع. بحس ان هم بعد هناك كده مسجات في الريف. كده ولا يعرفوهم. بصي هم في الريف عامة لما بيروحوا هناك بيروحوا عشان هم عايزين يروحوا، هم دي خروجتهم في العيد مثلا. انما عندنا هنا بيروحوا عشان خاطر هم عايزين ياخدوا فلوس. دي اللي عايزين يروحوا ياخدوا العيدية، مش بيروحوا عشان خاطر حد مين انا عايزة فلوس وهخرج. طب انا فاهمة؟ اقول لك العيد زمان مثلا، يعني احنا كنا بنروح وكده عشان احنا عايزين نحس باللمه والعيله والاسره وكده، ان احنا نبقى كلنا متجمعين، كلنا نبقى مبسوطين. اي نعم مفيش خروجات هناك، مفيش اللي هو لا سيتي ولا جنينه ولا الحوارات ديت خالص، لكن مولات يعني بمعنى صح. لكن دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه احنا بنروح عشان نقضي واجب، اللي هو عشان ما يقولوش كلمه ملهاش لازمه. ولا يمكن يا جماعه احنا ابتدينا ما نروحش لبعض، لان اللي هي اماكن الخروج كترت قوي، ان انا بدل ما اروح عند تيتا ولا اروح عند خالته، لا ده انا ممكن اروح سيتي ستار، اروح مكان تاني يكون لي احسن. يعني اماكن كترت كتير قوي الخروج. يعني كان الاول كل عيد ممكن اروح نتجمع كلنا عند تيتا او عند جدو، بيبقى كلنا لينا مكان محدد بنجتمع فيه كل عيد. بالظبط يا ارزاق. زي ما قلت برضو ان هو كان رمضان، كنت بقول رمضان لسه مأثر عليكي. العيد ده زمان كان ليه فرحه. ولو نفتكر دايما، عارفه واحنا صغيرين كنا نفتكر، او حتى في المسلسلات لحد دلوقتي، يمكن الحاجه الوحيده اللي لسه بتبين تقاليد العيد والعادات اللي كانت بتحصل زمان وهي المسلسلات بتبينها، ان بنشوف عارفه الاطفال بيروحوا عشان واقفين طوابير قدام جدتهم عشان ياخدوا العيديه وزيارات والحاجات دي. لا، واكتر حاجه بتغيظني ان زمان كانت العيديه بتاخديها الورقه كده جديده محترمه تحس انها عيديه. وما كانش في المبلغ على ما فكره كانش في خالص. المبلغ، يعني بس انتي كان لو يفرق اديتيله قوي ربع إن هي تكون جنيه جديدة. جديد كان يفرح جدا يعني. دلوقتي انت لو خدتي عيديه اصلا يبقى كويس، فاهمه؟ بالظبط. والمبلغ بقى اهم حاجه، أهم حاجة المبلغ. كل عارفه بعد عيد ها جمعت قد ايه. بس في حاجه نور قالتها كده في النص احنا ما اتكلمناش عنها، ان دلوقتي عشان خاطر تعيد على حد ما بقاش لازم تروح له، بقت مسجات او موبايلات مكالمه ومسجات تليفون والحاجات وخلاص. مش ملاحظين يعني ده ما التكنولوجيا بقاش اسمها عيد، بيبقى اسمها تقضية واجب وخلاص، اللي هو انا بعمل اللي عليا عشان احنا عيله واسره وخلاص قرايب. فلوس يا بنتي. فلوس. فلوس. طب يعني ممكن احنا نروح عشان الفلوس مش اكتر. ما هو لو راح هيدفع، لو مكالمه تليفون مش هيدفع. ايوه صح، خليكي نبيهه. هيدفع 14 قرش 12 قرش حاجه كده كتير. ليه تدفع كتير لما ممكن تدفع قليل؟ لا بس يا جماعه تعالوا بقى بجد كلنا كده نبتدي نروح لبعض ونرجع بقى العادات بتاعت زمان بقى والاماكن بتاعت زمان دي. صدقوني الدنيا هتبقى احلى. ولا ايه رايك يا ديني؟ هدير نفسها قوي تسافر ولا هي تسافر؟ انا رايي بقى ان انا اسافر بقى، كفايه عليا قوي كده. وانا خلاص. مسافره برضو السنه دي على فكرة. ايوه يعني هو تقريبا السبت او الحد انا سافر بقى، كفايه لا انا عليا قوي. الخميس. انت خميس؟ هسافر خميس. انا هسافر انا قصدي على العيد السبت او الحد. لا السبت ممكن يكون السبت. الوقفه متهيألي ان السبت لسه ما والعيد حددوش. محدش. يعني لسه ما حددوش ولحد دلوقتي، بس يعني هو غالبا حسب السبت يا الرؤيه. الحد. يا بنتي مفيش ولا رؤيه ولا حسب ما لا، لا، يحددوا لا. ايه الامسكيه طب تعالي نرجع بقى بالزمن لورا شويه. السنه اللي فاتت قالوا لنا بكره العيد، كانت غريبه جدا لما قالوها علينا كان يوم عادي كنا فاكرين ان بكره في صيام لا وفاجئنا. بكره في وقفه، كان في بكره وقفه المفروض. اه قالوا لنا لا بكره العيد. انا عايزه اقول لك ان هو يعتبر اول عيد تقريبا قضيته في مصر او في القاهره يعني. انا عايزه اقول لك اليوم ده انا كنت مسافره واحنا مش ناسيين بقى مستنيين ان احنا نأدي الوقفه هناك. نبص لا بكره العيد. عيد ايه؟ لا هو بكره العيد. يعني هو عافيه العيد بكره. هو بكره العيد. هو بصي برضو من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده ان دايما الشوارع زحمه. هي زحمه دلوقتي، بس في ناس برضو بتسافر في العيد ما بيقعدوش في القاهره يعني. عايزه اقول لك ان القاهره بتبقى تحفه في العيد. فاضيه شويه. فاضيه شويه. لا اماكن واماكن يعني مش لا كلها. بقول لك ايه استني انا قضيت كل عيد هنا بتبقى على فكره فاضيه جدا، والناس كلها بتسافر يعني، وبالذات في الاوقات دي عشان خاطر اجازه، فاللي هو العيد والاجازه ومصيف وكده فكله بيسافر. على فكره بقى ما بتبقاش حلوه خالص. طبعا انا وهدير مش موجودين خلاص. على فكره انا ونور موجودين صح يا نور؟ ايوه بالظبط. بس كده. كمان نور هدير بتسافر وقفل. مصيف على فكره، انت ما بتبقيش موجوده، انت كدابه على نور فكره. هو انت حاسه ان لا، مش المايكات دايما بتشد- على فكرة. بتشد مننا عشان خاطر صح، يقولوا بقينا مضطهدين بقينا خلاص. مضطهدين. بقول لكم ايه، تعالي اقعدي جنبي بقى. هدير انت خدتي بالك بيقولوا بتبقى الدنيا فاضيه وبالقاهره بتبقى لذيذه ما جدا. بتبقى يعني فاضيه ازاي تبقى صدقيني لذيذه؟ الكلام مش متركب على بعض. بتبقى فاضيه عشان انتوا مشيتوا، انتوا عاملين بالظبط زحمه يا جماعه. انتوا مش متخيلين 2 مشيوا من بدل ما نكون 80 بقينا 8 كام 78. كمان فاشله رياضه. طب احنا هزرنا كتير ولعبنا كتير، نرجع بقى الموضوع. طب انا اقول لكم على حاجه، احنا ممكن نطلع فاصل تاني. احنا عارفين ان كفايه طلعنا بقى فواصل بقى كتير قوي، فواصل. بس معلش، عايزين أصل نرجع احنا نتكلم معانا عن معانا هدايات واغاني كتير الناس فعايزين طلبتها بس مننا نحاول امبارح. نخلص اكبر قدر ممكن معانا. هنطلع لفاصل نسمع اغنيه عبد الفتاح الجريني جنبك على طول، وهنرجع مع لعب العيد والصواريخ. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني.
اوعدني جنبي تعيش ولا ليلة تنساني، قولك عليا أعيش وأموت يا حبيبي وأنا وياك. اوعدني ما تسيبنيش ولا حتى لثواني، ده عمري كله هيسوى ايه لو يوم ما كنش معاك. جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عن عيني، ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح. جنبك على طول خليني على حلمي بعيد، وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عدى وراه. تعرف بحس بإيه طول ما انت ويايا، أحلام حياتي بشوفها فيك، حبك واخدني معاك، قلبي بتسكن فيك يا حبيبي وكفاية، تفضل في حضني عايش معاك كل اللي بتمناه. جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عن عيني، ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح. جنبك على طول خليني على حلمي بعيد، وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عدى وراه. جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عن عيني، ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح. على طول خليني على حلمي بعيد، وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عدى وراه. ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج بنات سيتي نيكي، ولسه مكملين معاكم موضوع حلقتنا، وكان معانا استفتاءات وحاجات. بس قبل ما نرجع للاستفتاءات ممكن نكمل بقية الموضوع بتاعنا الأول. بالظبط، احنا كنا بنتكلم في العادات والتقاليد اللي بنعملها في العيد في كل حتة.
بس ما تيجي نروح للاستفتاءات. يعني احنا سالنا عامه، احنا الاسئله اللي سالناها للناس قلنا لهم بتعملوا ايه في العيد، وايه اكتر حاجه مستفزه، مواقف بايخه بتحصل في العيد بتشوفوها في الشارع، وكمان ايه الحاجات اللي انتوا كنتوا مفتقدينها في العيد زمان ودلوقتي. طيب احنا معانا دلوقتي تسجيلات. بيسمع اول تسجيل معانا الحلقه بتاعت النهارده عن العيد. اول حاجه حضرتك في العيد، تاني حاجه اول حاجه انا بحتفل بالعيد طبعا. كلنا بنبدا نشتري كحك او نعمل كحك وبسكويت ونجيب السمك. انا بالنسبه لي بجيب سمك، ما بجيبش ولا رنجه ولا ملوحه ولا حاجات زي كده. الحاجات اللي بتضايقني في العيد البومب اللي بيترمي في كل حته وانت ماشيه وانت قاعده. الواحد ما بيعرفش يقعد 5 دقايق من الولاد اللي دلوقتي بيعملوا صواريخ بشكل غريب كده، تلاقي فرقعه جامده تزعجنا يعني. الحاجه اللي بقى مع مرور الوقت بدات تتراجع او ما تبقاش موجوده، تنظيف البيوت. ما بقتش في ايد عامله، فبدات انت عارفه ما بقتش موجوده، فبدات تقدري تعملي ما تقدريش تعملي. كان زمان لا، ساعات بنبيض، ساعات يعني كانت بتبقى حاجات كتير في الاحتفال بالعيد يعني. تنظيف اسمه تنظيف العيد. تنظيف العيد. دلوقتي بدات انت عارفه لما تيجي تلاقي الست اللي ماشيه معاكي طول السنه، تيجي في العيد تلاقيها يعني بدات تتخلى عنك، لان في ناس تانية خدوها بأجرة اكتر او حاجات زي كده. فبدات دي المظاهر اللي بدات تقل شويه يعني، ما بقاش الناس حريصين عليها يعني. بومب وصواريخ والناس زعلانه قوي ومتضايقه وناس كتيره قوي بتشكي من بس هي المشاكل عندها حق دي. على فكره في حوار بومب وصواريخ ده فعلا. لا بس عجبتني قوي ان مفيش حد دلوقتي بينظف البيت. تنظيف البيوت لا يعني اللي استغربته قوي يعني من ضمن تنظيف البيوت بيبيضوا ساعه العيد، لازم تبييض. لا هي بتقولي لما قعدنا نتكلم معاها فبتقولي لا مش قصدي ان هما ما ينضفوش البيت، بتقولي بس لما تكون هي شكلها يعني في واحده بتيجي تساعدها وكده في البيت، بتقولي من كتر ما هي بتبقى مشغوله في العيد مش بتيجي تساعدني، فبضطر ان انا استناها بعد العيد. ايوه بس هي بتتكلم مهمه في موضوع ان هي تبيض البيت بتاعها ساعه العيد. طب انت كده يعني كل عيد تقعدي تبيضي؟ تغيير بقى. يعني انا عارفه ان كل فرحه عيد بلون. تنضفي عشان خاطر انت عارفه ان العيد هيجيلك ناس وبتاع، فانت في وقت العيد مش هتبقي ليكي مزاج او ليكي مود انك تنضفي قبل العيد، زي ما مثلا بتنضفي قبل رمضان عشان عزومات وكده. انما تبيضي دي جديده شويه، صح يا دي؟ انا استغربتها بصراحه يعني. انا لما كنت بسجل معاها استغربت قوي موضوع التبييض. انا قلت مثلا العيد الفطر وكده تبيض فيه، وبعد كده العيد الاضحى تبيض فيه، كل عيد هتبيض فيه. ده صعب قوي يعني. احنا بنبيض الشقق بتاعتنا بس على فترات يعني. على فترات صح بالظبط. لكن في العيد معروفه ان احنا بننظف الشقه كلها، بتبقى اسمها تنظيفه العيد، اللي هو انا هنضف الشقه دي عشان دي نظافه العيد بقى، وندخل كلنا ناخد شاور ومش عارفه ايه، وبتبقى تحفه بصراحه. لكن حوار التبييض انا استغربته شويه. طب وبالنسبه للبومب والصواريخ، السمك الاسبوري، السمك والرنجه. ايوه انا كنت والله يعني انا كنت ناوي ارجع من الفاصل اتكلم على السمك والرنجه، بس ده السمك كلام خدنا. السمك والرنجه ده بيبقى منتشر بطريقه وحشه قوي. انا حسيت ان هو منتشر في اخر مثلا 5 سنين او حاجه يعني، ما اعتقدش ان انا سمعت عنه وانا صغيره قبل كده. بالظبط كده. انا يعني برضو ما افتكرش ان احنا كنا زمان ناكل رنجه وفسيخ والحاجات دي. الحاجات دي جديده علينا شويه، لان هو المفروض ان الرنجه او الفسيخ او الحاجات دي بتكون شم النسيم، ما تكونش ليها علاقه قوي بالعيد. ايه اللي حصل مش عارف. هو انا عامه ما بحبش الفسيخ، انا بحب الرنجه بس. انا عايزه اقول لك هو احنا في رمضان بنعطش وكده، فبيبقى صعب علينا ان احنا ناكل اسماك او رنجه او فسيخ او الحاجات دي بتعطش جدا. فالناس بقى بتنتهز فرصه العيد وكده ان هم ياكلوا الحاججات دي عشان يشربوا ميه براحتهم بقى يعني. هو فعلا بالظبط ده هدير. الناس بتستنى ان هي تغير بقى في طريقه اكلها واسلوب حياتها. في رمضان معتادين على اكل معين، في الفطار بياكلوا هو محشي، هدير عماله تقولي محشي وحمام ومش عارفه ايه. ولكن هما بيحبوا يغيروا بعد رمضان، ياخدوا يعني حاجه حادقه كده اللي هو بالظبط. زهقوا بقى من الطبيخ والاكل، وكل ما يروحوا عزومات بقى طبعا في رمضان كنت كل ما تروحي حته لازم تلاقي اكل كتير وبتاع، واللي هو خلاص بقى هما زهقوا من الاكل والطبيخ والحاجات دي. نعم لازم اتكلم عن البومب والصواريخ، طفولتي لازم اتكلم عنها. انتي خدتي بالك الست زي كانت متضايقه قوي من البومب والصواريخ وهي بتقول يعني حسيت ان هي خلاص بقى تعبت. انا عايزه اقول لك مش الست دي بس، احنا بنسجل الريكوردات تحت اغلبيه الناس كلها بتشكي من البومب والصواريخ. تقول لك بومب وصواريخ، اقول لها هي اكتر حاجه بتضايقك في العيد؟ بومب وصواريخ. صاروخ كده جه في وشك ما تفهميش جه منين مره واحده كده. انا
عايزه اقول ان البومب والصواريخ معروفه ان هي في العيد، دلوقتي بقت في العيد وفي رمضان وبعد الفطار وكل حاجه. الواحد ما بيعرفش ينام غير لما تلاقي خضه كده تخض منها صاروخ ولا حاجه. ومن بعد الثوره بقت الصواريخ دي عامله زي ضرب النار. لا ده بقى يعني عادي. تسمعيها تقولي ده ضرب نار ولا صاروخ؟ لازم تسالي نفسك السؤال ده. لا سيبك بقى من البومب والصواريخ، تعالي بقى في البلالين اللي هي باستك دي الكبيره قوي دي، كنت بحبها جدا. رز تقريبا عادي حاجه كده رايح جاي رايح جاي في وش عمو على طول. بس يا بابا. بس انتوا عارفين يعني احنا بنتريق على الحاجات دي واحنا نفسنا كنا بنعمل بنعملها. الحاجات دي. بس بصراحه ما كنتش يعني انا بطيء. عارفه لما بيكون معايا بوم صواريخ والصراحه بعذب الناس معايا. لا انا كنت والله بجد أنا بيصعبوا عليا يعني. انا البلالين بصراحه كنت بحط فيها ميه وكنت برميها من الشباك. شر يعني. انا عايزه اقول لك ان احنا كل بصي حاجه هو فعلا. الاختراع ده هينفع دلوقتي عشان الجو حر فيعني اختراع جديد بقى، مروحه بقى بتمسكيها في ايدك والجو ده. انا عايزه اقول لك بجد يا نور، مع اننا بنتريق على الحاجات دي بس فعلا اغلبيتنا كانوا بيعملوا الحاجات دي. يعني كل بتهيألي كل اللي بيسمعونا دلوقتي كانوا بيفرقعوا بومب وصواريخ. طب كانوا بيعملوا مشاكل كتير قوي. انا عايزه اقول حاجه، البومب والصواريخ مش حاجه تاذي الناس. زمان كان بيبقى فيه مسدسات اللي هي طلق صوت بس، اللي هي الطلق الاحمر دوت. لا قبل الخرز. دلوقتي بقى اللي بيأذي الناس فعلا وبيأذي الاطفال نفسهم المسدس الخرز دوت. انا اكتر اختراع فاشل مسدس الخرز. يعني لما ولد صغير يمسك مسدس خرز ويضرب واحد صاحبه او حاجه في عينه تيجي في عينه، لو جت حتى في دراعه ودراعه بيورم من مسدس الخرز دوت. فيعني دي بتبقى حاجه وحشه جدا. انا شايفه ان اللي اخترع المسدس دوت بصراحه اخترعها في حاجه مش للاطفال. هدي هو بس هو انا معاكي، بس هو متهيألي مبقاش منتشر قوي في العيد على قد ما البومب والصواريخ يعني. لا بصي هي يعني انت لو تلاحظي الالعاب اللي بتبقى منتشره في العيد والاطفال الصغيرين عامه هي المسدسات دي والبومب والصواريخ والحاجات دي، ما مش حاجات تانية. في حاجات مش عارفه صواريخ تكون كبيره كده ولونها احمر، دي متهيألي اللي بتعور او اللي هم كذا صاروخ في بعض تقريبا هم بيعملوا اسمه خرطوش متهيألي حاجه زي كده. او مثلا لو في صاروخ لو جه على رجلك هو ممكن يعورك، انما لو جنبك عادي. ما هو الصواريخ ديت بقى يعني طريقه الولاد هم اللي بيحبوا قوي الصواريخ ويعملوا مقالب في بعض، لكن احنا البنات مش قوي والله. يعني على رايك بلالين ونملى فيها ميه وخلاص. طب حد سمع بقى عن سيبكوا بقى من صواريخ ومن البومب والكلام الفاضي ده كله، حد في العيد راح الكربه؟ بصي هو انا ما روحتش، بس العيد اللي فات تقريبا صح؟ ايوه انا اصحابي راحوا وحكوا لي على حصل هناك، كانت مهزله الصراحه. بصي هو عامه انا عايزه اعرف ايه الكربه دي. بصي هو حاجه زي كارل فيستيفال، بس هو بصي كان فيه كل حاجه بقى عندك ميه وبيض وطماطم وكل اللي انت عايزاه. بصي هو مكان بيض وطماطم. انت حاسسيني دلوقتي ان انا عبد الحليم اول مره يقف على المسرح وحدفوه بيض وطماطم ما حطيتوش ببيض حدفوه بطماطم. تمام. بصي هو مكان زي ما بقول لك في مصر الجديده، اسمه كربه. تمام. هو بيحصل فيه كل عيد بعد صلاه العيد لغايه 12 واحده كده الظهر. الناس كلها بتروح، كل بقى السيكي ميكي، معنى كلمه سيكي ميكي بقى والتيشيرت سوبرمان وسبونج بوب وايس ووتش والكلام هو دايما تلاقي ناس لابسين هناك سبونج بوب والحاجات دي ثواني يا نوري، انت روحتي هناك؟ بصراحه يعني انت سيكي ميكي على فكره. لا انا رايحه اتفرج. يعني انت قاعده عماله تقولي احنا مش فرافير وانت طلعتي فرفوره. لا على فكره ما حدش ليه دعوه بنوري، عشان انا ساعتها لو كنت موجوده في مصر وانا بقول ما بخافش من حد كنت رحت. انا عايزه اقول لك ان انا وهدير دلوقتي القاهرة نتفق يعني. ان احنا نقضي العيد السنه دي هنا. بصي هو لذيذ جدا، بس هو لما تبقي مع صحابك بتهزروا انتوا مع بعض حلو، انما تبقي لسه خارجه من باب التاكسي لسه نازله هتلاقي في امان لسه ما خدتيش نفسك وهو بعد عن المكان تماما، تلاقي مره واحده دوش ميه ساقعه نزل عليك من فوق. لا هو الطماطم بقى والحاجات الغريبه يعني بتهيألي بصي الطماطم والحاجات دي لا كانت جديده الصراحه. يعني كان اول مره كنت اول مره اسمع ان هي يعني حصلت تقريبا. اللي هو الفيستيفال بتاع العيد اللي فات ده تقريبا كان اكتر فيستيفال يعني كل حاجه حصلت فيه. عارفه كان كله بيهيس على كله، واحلى حاجه انه كله بيهزر مع كله، صف الناحيه دي وصف الناحيه في الشارع التاني والكيس الميه بتطير يعني من هنا لهنا، منظرها تحفه. تمام. بس اللي كان وحش قوي العربيات اللي كانت بتعدي في الشارع، هي مش معديه عشان خاطر الكارل فيستيفال ولا عشان خاطر العيد ولا اي حاجه، هي معديه من الشارع عادي بتاخد بقى بيض وطماطم. ما انا بقول لك هو الحلو كان فيه بيتبهدلوا الناس كلها كانت بتهيس على كله والله.
وده فعلا الغلط، يعني المفروض كل واحد يحتفل بطريقته بس ما يأذيش غيره، يعني انت حر ما لم تضر. طب انا كده شايفاه ان هو ما بقاش عيد، ده ممكن كده بسبب الموضوع ده يحصل خناقات او مشاكل او شد او اي حاجه. يعني ما حصلش اي حاجه من الموضوع، مفيش اي خناقات لا حصلت. طبيعي بيحصل خناقات كمان لما يكون في بنات مثلا نازلين معاهم اخوه او كده، ويجي حد يرمي عليهم مثلا صواريخ او بوم او كده، فبالتالي اخوهم ده بيتخانق مع الولاد على اساس هو الموضوع اصلا هناك هزار في هزار. انت نزلت المكان ده بنات تستحمل الهزار بالظبط، يعني انت عايز تهزر خلاص بقى، يعني قد الهزار ده بالظبط. وعلى فكره هو فعلا يا هدير حصل مشاكل فيه، واصحابي كتير. لما راحوا وحكوا لي وحصل مشكله معاهم هما شخصيا، بس انا مش هحرق المشكله يعني عشان بلاش نفضحهم على الهوا يعني. حرام بس حرام. هو حصل مشاكل فعلا فيه. يا جماعه هو انتوا مستنيين ايه من العيد السنه دي؟ يعني ايه اللي انتوا شايفينه حلو في العيد السنه دي؟ انا مستنيه عليه عاديه وانا محتاجه ماديه فلوس. ماديه يعني لا. ماديه جميله. ماديه جميله. جميله، هم غيروا المثل ولا هي مشكله ماديه حاجه حقيره حقيره. يعني انا مش عايزه اقول من بدري، بس ارزاق قالت محتاجه افهم ولا حاجه. محتاجه بس افهم. اهم حاجه انا بتابع ان احنا احمد حلمي. مقتنعين ان انت ماديه هو قال ماديه جميله. جميله. بس صح، كده. ايوه انت بتسمعي على مزاجك يا نوري، انا عارفه. ايوه هي ايوه. ماديه جميله ولا تقول طيب. اكتر من كده يطلع بره. طيب نوري مستنيه العيديه، انت ارزاق مستنيه ايه مستنيه العيدية. برضو؟ هو الناس كلها مستنيه العيديه ولا ايه؟ لا طب يا ومستنيه نوري ناس انت كتير قوي مستنيه ايه؟ اشوفها يا ما هو هدي. زي ما قلت لكم على فكره مش عايزين عيديه فرحه بالعيديه، يعني هم مستنيين المبلغ بتاع العيديه، قلت لك يا هدير القيمه في بتاعت اول العيديه مش اكتر. انا اقول لك لو خدتي عيديه مثلا جنيه جديد كده بيطرقع، ايه رايك؟ جنيه 5 جنيه جنيه 5 جنيه 5 جنيه. ما ايه مش عيديه؟ عيديه ولا مش عيديه؟ دي ما يا هدير بتمشي عادي. يا هدير يا حبيبتي بقول لك في ازمه اقتصاديه يا حياه قلبي، جنيه و5 في جنيه ازمه اقتصاديه يبقى ما فيش عيديه. ازمه اقتصاديه عليا انا مش على اهلي. هم يتصرفوا انا مالي. هم يتصرفوا، بصي ماليش هي دعوه. ملهاش دعوه. انا بره عني الكلام ده. طيب احنا كنا بنتكلم على فكره في اسمها ايه الاستفتاءات اللي احنا كنا جبناها وعلى فكره انتوا برضو ايه الموقف اللي بتحصل معاكم؟ طب انا عايزه اسالكم سؤال، يعني انتوا اكتر حاجه تكون العيديه كمبلغ ولا الانسان اللي بيديكوا العيديه ده يكون عزيز عليكم؟ ما هي خلاص قالت لك بقى لا لا انا أنا بالنسبه شايفة لي كانسان، يعني انا لو انسان بحبه لك حيوان. انا عايزه مبلغ وش. بصي هدي دايما بتطلع بدور البنت الرومانسيه. بس هي مش رومانسيه على فكره. اصل هما الاثنين قاعدين بيعطفوا ويلطفوا على بعض بالظبط. كل الانسان، وارزاق تقولي مش مهم الهديه، وجنيه مش عارفه بيطرقع وحاجات غريبه. هم اصلا لو شافوا 100 بيدوروا جنيه وقت. قدام الاستوديو هيسيبوا الاستوديو ويطلعوا ياخدوا 100 جنيه. عاجبك كده يا ارزاق؟ على فكره شكلنا بقى وحش قوي يا على هدير. فكره انا رايي ان انا احنا اقوم نقوم من نسافر الاستوديو. دلوقتي. مش انا مضيعه حقيره. لا جميله، انت مين اللي قال كده جميله؟ ايوه كده. لا طب نرجع بقى للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه والاستفتاءات والحاجات. من ضمن الاستفتاءات اللي احنا عملناها او من ضمن المشاركات اللي احنا عملناها ان هم قالوا اكتر حاجه بيحبوها في العيد ان هم بيتجمعوا مع اهاليهم. يعني عجبني قوي كل ما اسال حد يقول لي احب قوي تجميعة العيله، ان احنا كلنا بنبقى متجمعين اخواتي والقرايب كلهم وكده بيبقوا متجمعين في بيت واحد بيسموه بيت العيله حوالين مامتهم او حاجه، وياكلوا مع بعض ويهيصوا ويتفرجوا ويفرقعوا صواريخ وبومب مع بعض، كل حاجه مع بعض. اي نعم بتبقى مده قصيره قوي، بس الفرحه اللي بتبقى في قلوبهم بتبقى حاجه جميله جدا. بالظبط يا هدير. هو طبعا اكيد فرحه العيد ما اختفتش عند كل الناس، بس يعني لحد دلوقتي في ناس يعني لسه عارفه ازاي تحتفل بعيد مع بعض يعني. بس عايزه كمان اقول لكم على من ضمن برضه الاستفتاءات اللي احنا عملناها المواقف البايخه بقى اللي بتحصل اللي كنت لسه بسالكم عليها. في واحد قال هقول لك حاضر يا هدي حاضر يا ارزاق خليكي تقولي. في واحد قال ان هو ما بيحبش ينزل بناته في العيد يخرجهم عشان المعاكسات والحاجات دي. فعلا بيقول لي المعاكسات كترت قوي وانا بناتي بخاف عليهم والشباب بيبقوا فظاع جدا في العيد، يعني ما ادونيش امان ان انا انزل بناتي في الشارع واخليهم يمشوا عادي معايا كده حتى لو انا معاهم. اللي متابعنا على البيج بتاعنا على الفيسبوك برنامج سيكي ميكي كنت منزله امبارح بوست بيقول ايه، بنت بتتكلم بتقول العيد قرب مش عارفه عيد فين، في البلكونه ولا في الصاله ولا في الاوضه، بجد محتاره وشايله هم الموضوع ده قوي، زهقت من كتر التفكير. حد يقول لي اعمل ايه؟ انا هعيد في جزيره القط. حد عارف جزيره القط؟ انا صمت رهيب. على فكره هدير قرفانه من امبارح بجزيره القطن بتاعتها دي، والله يا جماعه انا من رايي محدش يحاول يفهم يعني ايه جزيره القطن. مش فاهمه هترجع لنا بقطن يعني ولا ايه؟ هقول لك جزيره القطن دي ايه؟ السرير، النوم. يا جماعه لازم قلش شويه. الله ايه يا هدير انت مش قلتي ان انت اول يوم يا حبيبتي بتخرجي؟
بتروحي تزوري قرايبك وترمس وحمص، صح؟ شفتي مش شفتي قلتي هتروحي تسافري وحاجات غريبه كده انت وارزاق، يلا بالسلامه. ايوه، ما انا هقول لك، ما هو انا هسافر واشوف قرايبي بالذات وهحتفل. القط. لا استني، بعد ما اشوف كل الناس ديت وافرقع صواريخ وبومب واكل وكده، خلاص احنا العيد بينتهي عندنا لحد صلاه الظهر. من بعد صلاه الظهر هشوف جزيره القط. ما هم ارياف بقى، مش هيك طلعت تحكي ايه ارياف دي؟ لا ثانيه يا هدير، انت سامعه؟ مش في الارياف، ما ناس تغلطيش. كتيره جدا بتسمعك من الارياف على فكره. برضه ما عرفتش، المهم برضه ما عرفتش رايكم هتقضوا في البلكونه ولا في الصاله ولا في الاوضه؟ يعني خلاص هتبقى هتبقى في الاوضه، فكك من جزيره القط. لا انا ممكن في أنا بجد البلكونه عشان محتارة. التروه. انا بجد محتاره. في البلكونه عشان التروه. البلكونه عشان تحسي انك خرجتي. انت يعني. يا ارزاق انت هتسافري قلتي. اتفرج على الناس كده وهم ماشيين وقاعدين. طب انا عايزه طب ما تيجوا نتفق على خروجه ونخرج هتخرجي، هتتفقي على على الهوا؟ نتفق ونخرج مع كل اللي بيسمعونا دلوقتي. ايه رايكم؟ بجد. تبقى حلوه قوي. نتفق وهم يروحوا واحنا ما نروحش، لان احنا نكون مسافرين. احنا نعمل ايفنت على الفيديو بتاعتنا. مين اللي حابب يخرج مع بنات سيكي ميكي؟ ايه رايكم؟ انا ما كنتش غير مع بنات سيكي بس يا بنتي. ايوه بقى. انت كده. طب يعني هي بتشكر فيكي يعني، مش بتقولك لا حاجة بس وحشة. انا عايزاها تشكر برضو في اللي بيسمعونا كلهم دلوقتي، اكيد نفسهم طيب. يخرجوا معانا. بمناسبة الشكر احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني، بس الفاصل ده كان طلب من طيب هو الطلب كان إليسا في عيونك من اسماء صفا. ايوه بالظبط نروح كده. نسمعه ونرجع لكم تاني. لغز وأسرار رحلة ومشوار، قلبي ده شاعر، كلمات عنده مشاعر، همسات شعر، قصايد، أبيات جوا عيونك. أنا ممكن أضيع عمري وأضيع روحي وأضيع في عيونك. حسيت بأمان قلب أنا غرقان، على كيفك وديني، على كيفك وناديني وارميني وخليني في عيونك. لو حد عايزني في حاجة بجد يحلفني بعيونك. تعالى أتصالح على نفسي وأنا وياك، وأعيش جوا سلام إيدك وأموت وأنا بهواك. تعالى أتصالح على نفسي وأنا وياك، وأعيش جوا سلام إيدك وأموت وأنا بهواك، والحياة في هواك تبقى حياة. الشرق وليل وسحره، الغرب نسيم وبحره، بتغرب في بلاد واجمع كل ورود بغداد، علشان عندي الليلة معاد جوا عيونك. تيجي نسمة من بيروت على خد تفوت، وحشني عيونك. وطني وبلادي، أرضي وميلادي، وحياتك دفيني وفي
ذاتك، خبيني من العالم واحميني في عيونك. وعلى ورقة ياسمينة اكتب أسامينا حروفها بلونك. تعالى أتصالح على نفسي وأنا وياك، وأعيش جوا سلام إيدك وأموت وأنا بهواك. تعالى أتصالح على نفسي وأنا وياك، وأعيش جوا سلام إيدك وأموت وأنا بهواك. والحياة في هواك تبقى حياة في عيونك. لسه مكملين معاكم برنامج بنات زكيميكي على راديو علشان بلدنا، ومعاكم على المايك نوري علاء وهدير عاطف وارزاق الدبلاني ونورهان ابو العز. هنرجع لموضوع حلقتنا عن المعاكسات في العيد وعن البنات في العيد لما بتنزل وايه اللي هو بيحصل مش الموضوع بالظبط، يعني احنا عايزين بس عشان نفهم الناس، احنا بنتكلم عن العيد عامة بتقاليده بكل حاجته يعني. علشان ما حدش يدخل يقول لنا انتوا ايه اللي جاب المعاكسات دلوقتي، انتوا بتتكلموا كده. احنا بنتكلم فعلا عن كل اللي بيضايق الناس برضو في العيد. بس عايزين الاول برضو نفكر الناس، يا جماعة شاركونا وبعتولنا على الصفحة الرسمية بتاعت، ويا ريت تكلمونا وهنكون معاكم على اتصالات على الرقم 012 02 35 674. طيب نقول لهم سؤال الحلقه الاول بتاعنا عشان اكيد نسيوه. اكبر عيديه خدتها من مين وكانت كام؟ هقول السؤال تاني، اكبر عيديه خدتها من مين وكانت كام؟ هنستنى الردود بتاعتكم على البيج بتاعتنا على الفيسبوك برنامج سيكي ميكي، وهنستنى اتصالاتكم على الرقم بتاعنا هقوله تاني 012 02 35 674. تعالوا بقى نتكلم على موضوع المعاكسات ونرجع تاني. هو عامة طول السنة أصلا في معاكسات دايما من الولاد للبنات، بس يا ترى المعاكسات دي بتزيد في العيد؟ بتزيد جدا. هما شايفين ان شهر رمضان ده كان كله عبادة بيتهيألي، هما يعني ما بيعكسوش يعني؟ لا ما بيعكسوش، هما بقى خلاص الناس صايمة وبتصلي التراويح بعد الفطار، فما فيش وقت ان هما يعكسوا، فشايفين العيد دي فرصة تانيين العيد بقى والناس بتنزل بقى، فعايزين بقى يشوفوا الناس لما ينزلوا بقى هيبقوا. لا والبنات برضو يعني بيبقوا مظبطين برضو بقى، كل واحدة لابسة بقى لبس العيد بقى عشان كده انا عند الكوافير. طبعا الكوافير بتقولك اول يوم العيد ما بيقفلش اصلا. بالظبط، على حته على الحبل ياخدها وينزل وكله يعيش حياته. خليكم متفقين معايا ان بنات اللبس البنات دلوقتي بقى مستفز جدا، ف يعني هو من حق الشباب بصراحه، حتى لو محجبه مستفز جدا برضه. يا جماعه طب ما يحاولوا يتعودوا بقى ان هو بقى مستفز. لا طب ما نحاول احنا نعدل من لبسنا شويه. طب ما هو في بنات بتقولك انا حره وملوش دعوه، يعني انا ماشيه في الشارع وده لبسي وهو يمشي في حاله. طيب بقى يبقى هو برضه هو مش ملاك عشان يغض بصره او حاجه ان هو ما يبصش عليها. لا هي عامه هي اولا واخيرا هي تربيه، هي تربيه. لو انا متربي كويس وعارف ديني كويس قوي، انا مش هبص على حد حتى لو هي لابسه ايه، حتى لو يعني بالظبط. تفرق معايا بقى انا في شهر رمضان او بعد العيد او في الايام العاديه، لان هو ربنا اللي موجود في شهر رمضان هو اللي موجود بعد العيد، هو الموجود في اي يوم تاني. بالظبط يا جماعه كده، عشان برضو يعني عارفين كل حاجه فيها الحلو والوحش، زي ما في ناس بتعاكس في ناس ما بتعاكسش برضو، بس عشان ما نكونش واخدين صف حد. عشان كده البنات بتخاف تنزل في العيد تخرج او تتحرك، عشان كده بيقولوا طب انا عايزه اقول لك، هو انتوا ليه كلكم على الولاد ان هم اللي بيعكسوا؟ طب ما في بنات برضو دلوقتي بقت بتعكس الولاد كتير على فكره. نور انت مستغربه ليه؟ لا اسمعي الموضوع ده. تبقى ماشيه وتقول لك ايه ده، بصي الواد ده اللي جاي ده، تقول لها اني اللي جايه يا بنتي. ايوه اللي لابس نضاره دوت اللي في ايده ساعه تحفه اللي مش عارفه ايه. لا وتستنى عشان يقلع النضاره، يعني كل مركزه معاه لحد ما يقلع النضاره تروح تقلعها له في الاخر. معلش ممكن بس ثانيه. لا وتمشي وراه بقى نظام ايه، شفتي انت مش معاكي رقم تليفوني يا حبيبتي؟ طب انا 010 مش عارفه ايه، عشان تسمعي رقم التليفون. ايوه وتعيد يعني اكتر ما احنا عدنا الرقم في الحلقه بتاعنا. بالظبط. بصي هو
هي فكره ان البنت تعاكس الولد مش منتشره برضو زي ما الولد بيعكس البنت، لان اساسا ان الولد بيعكس البنت، انما البنت تعاكس الولد ده مش العادي او مش الطبيعي. فان الولد هو اللي يعاكس والكلام ده الطبيعي زي ما بقول لك، انما البنت هي اللي تعاكس، دي اللي صعبه شويه. طيب يا نوري، معانا تليفون واول اتصال هو النهارده في الحلقه. الو 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 الو. بنات ميكي. ايوه اهلا بيك، ازيك؟ بنات عاملين كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب، عرفنا بنفسك. احمد السيد. ازيك يا احمد؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب طيبين. انا عايز بس اعرف انتمائكم السياسي ايه؟ انتوا شويه مع الصبيان وشويه مع البنات، انتوا مالكم؟ ولا اللي بيزعلكم بتشوفوا فيه؟ معلش قول تاني بس عشان ما كناش سامعينك. انتوا مع الصبيان ولا مع البنات ولا انتوا مع اللي بيفعلوكم احنا ولا ايه؟ محايدين على فكره. لا احنا قلنا ان احنا محايدين عشان محدش بس يقول ايه ان احنا بنواخد صف حد. لا ربنا يكرمكم يا رب، وبجد فكره ان انتوا 4 بنات دي لذيذه، وان شاء الله نتقدم. طب انا عايزه اسالك على حاجه يا احمد، انت بتعمل ايه في العيد؟ انا عايز اقول لك انا الورك واخد حياتي كلها، فبقى يعني ما بصدق ان يجي اجازه، يعني ممكن اخر يوم بخرج اشوف صحابي كده. صحابك يعني مش بتشوف قرايبك خالص؟ يعني كل الوقت صحابك يعني، ولا ايه النظام؟ لا يعني مش صحابي بس، وصحباتي. وصحباتي. طيب اكبر عيديه خدتها كانت كام ومن مين؟ ايه؟ اكبر عيديه خدتها كان كام ومن مين يا احمد؟ سامع. اكبر عيديه خدتها كانت من كام ومن مين؟ بصي يا ستي، كانت من بابا، وكانت بس كانت زمان. انا دلوقتي بدأت عيديات، انا كانت 100 جنيه، وال 100 جنيه كانت ارميها 100 يعني. طب بقول لك ايه يا احمد، بص احمد كانت اكبر من حد قريبنا، كانت 200 جنيه بس مش كلها انا اللي خدتها. احمد كده قسمها معايا. يا كمان اتنصصت. طب يا احمد احنا عايزين نسالك حاجه ثانيه. عارفه حياتي حبيبي ما معينها لك. كانت عامله معايا كده يا احمد. ايوه احنا عايزين نقول لك ان كده بابا ده بناخده منه اجباري، يعني عموما هو بيدفع العيديه كده. حد تاني بقى غير بابا؟ وما اوريك حد تاني كان اداني 100 جنيه 200 جنيه بس مش مين ده بقى؟ عارفه يا حبيبي ما قايلها لك، هي النقطه طلعت منها كان اياميها ب 50 جنيه. طيب يا احمد، ايه المواقف اللي بتشوفها في العيد في الشارع بتستفزك؟ لما اي حد مثلا يرش ميه، المسدسات بتاعت الميه الغريبه دي واخد بالك، او الخرز بتاع زمان اللي كانوا بيعملوه ده، كانت حاجه مضيعه بجد. بومب وصواريخ والكلام ده كله دلوقتي بيفرقعوه طول السنه، فخدنا عليه خلاص. يعني المفروض الحاجات دي معموله عشان تتعمل في الشارع، الناس بيعملوها في الناس دلوقتي. دي مشكله. عارف انت كده لما حد يجي يقول لك صاروخ ويديهولك او يديك صاروخ ويولعه في ايدك، ده حاجه لذيذه يعني. كل سنه وانت طيب يا احمد، ويا ريت تتصل بينا تاني وتقول لنا النهارده هنعمل فوت على البرنامج كان عاجبك ولا لا، وميرسي قوي على اتصالك يا احمد. كفايه مشاركتكم كلكم يا جماعه، ومن توفيق لتوفيق ان شاء الله. ميرسي يا احمد. يا جماعه انا شايفه ان احمد برضو معترض على حوار الطلق اللي هو المسدسات الخرز، ان هم دلوقتي الاطفال بيعملوه في الناس، والاطفال اللي زيهم بيبقى مش مساله ان هم بقى بيتبسطوا او بيفرحوا بالعيد، ده مساله دلوقتي بيشوهوا بعض. يا بنتي، وبيحصل منه مشاكل كتير قوي، في اطفال كتير قوي بيتعوروا، بيحصل لهم جروح كتير قوي بسبب الصواريخ والبومب او المسدسات اللي هي الخرز، او نوري كانت بتقول خرطوش والحاجات دي. انا رايي كفايه حوادث وكفايه كلام عن البومب والصواريخ وعن الحاجات اللي كلها فرحه واذى في نفس الوقت. ممكن نتكلم شويه عن لبس العيد وعن فرحه لبس العيد. نزلتي اشتريتي لبس العيد؟ انا اشتريت لبس العيد. شفتي، هو ده بقى السؤال اللي دايما قبل كل عيد، السؤال المعروف زي ما في رمضان كده، انت صايم ولا لا؟ اشتريت لبس العيد؟ اشتريت لبس العيد، سؤال معتاد فعلا. بس انا اشتريت لبس العيد فعلا. مين اشترى تاني؟ انا نزلت اشتري، الدنيا زحمه جدا، زحمه بطريقه. نزلت متاخر. اكيد نزلت بعد الفطار، مع اني ما قدرتش انزل في الشمس خالص، لكن الدنيا زحمه بطريقه في كل المحلات، في كل حاجه. اي نعم كل المحلات كلها شبه بعض، وكل الحاجات اللي جوه شبه بعض، بس زحمه جدا فعلا يا هدير. الدنيا بقت زحمه كتير قوي، يعني انا حاسه انا برضو كنت بنزل، انا بقيتش انزل، انا ما اشتريتش لبس عيد السنه دي بسبب الزحمه. انتوا عارفين عملتوا ايه؟
انتوا اكيد جه في دماغكم ان انتوا كل ما تتاخروا كل ما تخلوا الدنيا فاضيه، عارفه انت ما تفهميش انت الناس بتفكر في الجمله دي. لا لا لا، انا عايزه اقول لك بتهيألي من نص شهر رمضان والناس بتبتدي تنزل بقى علشان المسافر واللي قاعد كله يعني بيجيب لبس عيد. انا طبعاً عايزه اقول كل لك ان سنة. انا نزلت من بعد الفطار لحد الساعه 2 كاني نازله المغرب وقت يعني نازله الساعه 6 مش الساعه 2 بالليل. بس انا عايزه اقول لك يا هدير، يمكن لبس العيد ده مش بتفرق قوي مع الناس اللي زينا اللي هم الكبار دلوقتي، بيقولوا احنا كبرنا على لبس العيد، احنا بنجيب لبس عيد في اي وقت، قد ما بتفرق مع الاطفال الصغيرين. الاطفال بيفرحوا جدا بيفرحوا بالذات جداً. بقى، يعني انا اقول لك البنات شويه عشان احنا بنات زيهم، فساتين بقى فساتين وتوك ولازم وجزمة الفستان مع الشوز مع الشنطه مع التوكه. وعلى لازم. فكره والولاد برضو يعني بتهيألي الولاد حابين قوي ستايل جديد قوي طالع، البناطيل بقى الملونه دي والساعات بقى تلاقي آيس انها واتش بتبقى بقى ساعات ايس واتش وكده، او ساعات لعبه عادي، مش اللي هو يبقى منظر بس في ايديه وخلاص، مع برضو مع نضاره، مع انهم بيبقوا اطفال مش كبار ولا حاجه. بس يا جماعه يعني حاسه ان العيد من غير لبس عيد جديد كده ملوش فرحه ملوش طعم. بحس ان الفرحه لازم تكون بلبس العيد والكلام ده. ولا انت ايه رايك يا نور؟ حاساكي ساكته بقالك كتير. لا هو فعلا لبس العيد الناس دايما بتنزل عشان تجيبه، ودايما برضو بسمع نفس الكلام كل سنه، الدنيا زحمه، نزلت ومفيش حاجه والكلام ده كله، يعني مفيش اختلاف فيه تقريبا. لا بس انا حاسه ان السنه دي اكتر بكتير الزحمه، وحاسه ان هو عشان خاطر يعني الثورات اللي حصلت في البلاد العربيه كلها، وان اغلبيه الناس جم لمصر وقعدوا في مصر، فنسبه الناس زادت الى حد ما كبير يعني. والناس اللي كانت في اسكندريه رجعت القاهره عشان خاطر طبعا مش مصيف هناك. كان في مكالمه جات لنا اول حلقه وثاني حلقه عن موضوع ان الناس هجت خلاص من اسكندريه ورجعت اسكندريه الى يعني حريه وامان. بس على فكره عايزه اقول على موضوع لبس العيد ده ان برضو فرحه لبس العيد بتبقى اكتر شويه بالنسبه للاطفال. يعني هما الاطفال هما اللي عارفه اللي هما ايه، دايما بيسالوا هننزل نجيب لبس العيد امتى، وانا عايزه اجيب لبس العيد هما حافظين ان هو لازم العيد لازم يجيبوا لبس العيد. احنا كنا بنفرح بلبس العيد زمان، دلوقتي عيد مش بتبقى فارقه معانا ان احنا نجيب لبس، يعني مش بيبقى لبس عيد، هو بيبقى بالنسبه لنا لبس جديد نخرج بيه في اي وقت، مش لازم في العيد يعني. بالظبط كده يا ارزاق. وعايزين بقى كمان نرجع لايه ولا حاسه ان احنا في حاجات كتير فوتناها وحاجات كتير لازم نتكلم فيها. قريت حاجه افتكرتها كده، قريت معلومه من كام يوم كده لما كنت بجمع معلومات نتكلم فيها كده عن حلقتنا النهارده. كانت بتقول ايه، ان ايام الدوله الفاطميه كانوا بيجهزوا الكحك والحاجات دي قبل العيد بشهرين. تفتكروا لو الكلام ده موجود دلوقتي وجهزنا الكحك قبل العيد بشهرين هيفضل موجود لغايه العيد؟ مش هيوصل للعيد اصلا يا حبيبتي، ده مش هيكمل. وبالتالي العدد دي احنا ما تنفعش عندنا بسرعه 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 بسرعه، اسبوع وهيخلص بالظبط. انا متهيألي هو كويس قوي ان احنا بنعمله في العيد ويخلص يعني يخلص قبل يعني اول يوم العيد، فاهمه؟ انا عايزه اقول لك هو ده السبب اللي احنا ما بنعملش الكعك في البيت، احنا بنستنى يوم الوقفه وننزل نجيبه. عامه هي ارزاق ومصره ان هو اسمه كعك. كعك مش كحك، هو باللغه العربيه كعك، لكن احنا دلوقتي بنتكلم لغه عاميه. بقى ما فيش اختلاف يا هدير، انت ونوري من اول ما قعدت هنا عمالين يتريقوا عليا يا جماعه ويقولوا لي انت بتقولي كعك هو اسمه كحك. ايوه يا انا ماديه جميله لازم اتريق. ايوه اصلا صراحه قاعده من اول حلقه مستناكي تغيري كعك هي قصده ولا مش قصده؟ خلاص انا اقولها المره الجايه يعني. فاهمه؟ احنا بنتكلم يعني مع بعضينا، بنرغي مع بعضينا قوي كده. ما علينا، المهم بس نجيب كحك، نعمل كحك، المهم ناكل كحك، صح؟ طيب ممكن نتكلم في ايه تاني يا ارزاق؟ لا هو احنا هنتكلم في حاجات كتير قوي النهارده. طيب احنا عمالين نقول مواقف بايخه وعملنا انترفيو كده طب ما نشوف بقى المواقف البايخه اللي حصلت معانا احنا. يعني مثلا انت تبقي في العيد، تبقي مثلا نازله مع اصحابك يا نوري وتلاقي مثلا شباب بيعكسوكي، ده بالنسبه لك موقف بايخ ولا في بيبقى في مواقف بايخه اكتر من كده؟ انا عايزه اقول لك يا هدير ان بعض الاهالي مش بيوافقوا ان بناتهم ينزلوا الشارع في رمضان عشان يعني علشان المعاكسات، وان اماكن بتبقى زحمه كتير قوي بالشباب، بتهيألي ان العيد بيبقى عيد شباب من الاخر. طب انا اقول لك على حاجه، يعني انا ما بحبش انزل في العيد مش عشان الشباب بيعكسوا ولا حاجه، دول اخر تفكيري اصلا، لكن الاطفال بقى اللي في الشارع اللي هم المسدسات اللي ولعب لا انا بخاف جدا من المسدسات الخرز. بخاف يتضرب فيا، اللي هو انا لو اتضرب فيا على طول. هم اطفال فعلا مش بيبقوا عارفين، هم همهم بس ان هم فرحانين ويلعبوا. اجري طيب عارفين انتوا بقى، كنت من شويه برضو بكلمكم على الخرطوش والصواريخ والحاجات دي. كنا مره واحنا صغيرين كده اطفال لسه وبتاع، ونازلين بقى نضرب بومب وصواريخ والكلام ده. فرمينا الصاروخ في اول دور عند واحد تمام ساكن في العماره. ما تفهميش الصاروخ عمل ازاي، ان هو
عمل صوت جامد جدا لذيذ. الراجل طلع بيقول ان هو اتشارك معرفش من صاروخ معرفش ازاي، وطلع بقى وانتوا حد حصل له مواقف الزعيق قبل كده بتاع انك تضرب صواريخ او الكلام ده؟ طب نوري ايه رايك نروح لفاصل صواريخ بقى وبومب كترت قوي في الفقره دي، يعني نطلع فاصل. طب تردي عليه بس طب ما انا هرد عليكي بس لا بعد الفاصل. بعد شفتي الفاصل بقى هنطلع فاصل لتامر حسني ولا تسوى الدنيا، وكانت طالباه معانا رنا جمال. هنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم. من يوم ما قابلتك قلت خلاص مش عايز ناس حواليا، كفاية عليا تكوني قدامي برتاح. وعرفت يوميها ان انا حبيت وبجد يا ريت ملا عمري مر، كفاية عليا كتير قوي راح. عشت احلم بيكي شوفي يجي من قد ايه، وانا مستنيكي تيجي قلبي تعيشي فيه. عشت احلم بيكي شوفي يجي من قد ايه، وانا مستنيكي تيجي قلبي تعيشي فيه. ولا تسوى الدنيا من غيرك ولا حاجة، انتي فرحة عمري وانتي ليا كل حاجة. ولا تسوى الدنيا من غيرك ولا حاجة، انتي فرحة عمري وانتي ليا كل حاجة. وحياتك عندي لعيشلك عمري، بخلصلك ومسلم أمري. هو أنا كنت أحلم ولا أطول تكوني لي يا قمري؟ أنا أيوة حلمت إن أنا حبيت، بس أنا بيكي أنا كده عديت. وبجد أنا ربنا اداني فوق ما اتمنيت. عشت أحلم بيكي شوفي يجي من قد ايه، وانا مستنيكي تيجي قلبي تعيشي فيه. عشت أحلم بيكي شوفي يجي من قد ايه، وانا مستنيكي تيجي قلبي تعيشي فيه. ولا تسوى الدنيا من غيرك ولا حاجة، انتي فرحة عمري وانتي ليا كل حاجة. ولا تسوى الدنيا من غيرك ولا حاجة، انتي فرحة عمري
ولسه مكملين معاكم في برنامج بنات سيكيميكي على راديو عشان بلدنا، ومعاكم نورهان ابو العز وهزير عاطف ورزاق الدبناني ونوري علاء. ولسه سؤال حلقتنا النهارده ايه اكبر عيديه خدتها وكانت من مين؟ ويا ريت الاجابه دي تبقى بصراحه عشان وكام يا نوري؟ ما انا قلت كام كام. ومن مين. جاوبونا على برنامج بنات على بيج البرنامج برنامج سيكيميكي والصفحه الرسميه بتاعت عشان بلدنا. والرقم كام يا ارزاق؟ ايه ارزاق نسيتي رقم ولا الرقم إيه؟ التليفون طبعا 012 0235 674. هقول الرقم تاني 012 0235 674. يا ريت تكلمونا، هنستنى تليفوناتكم علشان تقولوا لنا رايكم وبتعملوا ايه في العيد. يا جماعه انا عايزه بس قبل ما نكمل موضوعنا، انا عايزه بس اطلع اهداء بسيط جدا قبل ما نطلع هدير. لا قبل الاهداء هدير احنا عايزين نقول حاجه. هدير طب نقول حاجه. انا ممكن اقول حاجه؟ هي هدير مصممه من اول حلقه تبعت، والله هنبعته يا هدير ما تقلقيش. مين ولا الاهداء ده ليه عشان تقعد كده؟ انا عايزه يا جماعه قبل اي حاجه يا ريت كل اي حد يكون زعلان من اي حد او شايل من اي حد يتصل بيه ويقول له كل سنه وانت طيب في العيد، ويقول له ما تزعلش، ويا ريت ما نبقاش شايلين من بعض. العيد جاي والعيد فرحه، ويا ريت ما حدش يزعل من اي حد في العيد. طيب احنا على فكره بنقول للناس على سؤال الحلقه واحنا نفسنا ما جبناش عليه. انا عايزه اعرف بقى انتوا لميتوا كام؟ والنص بالنص على فكره. احنا اكيد لسه ما لميناش دلوقتي يعني، بس هو انا اكبر هديه خدتها كانت كام؟ 200 جنيه حاجه، 200 جنيه حاجه كده. برضه 200. انت طبعا انا هقول لك انا نصصتي معاه 200 جنيه دي فاكره اول ما طلعت جديد انا قعدت اتحايل على بابا بتهيألي يوم بابا بالله عليك نفسي امسك الورقه ب 200. انا ماما بقيت اقول لها شيلي لي 200. لا وكانت اول ما طلعت ال 200 كانت كبيره قوي. صغرت دلوقتي فعلا كل حاجه بتصغر. بس فانا بقول لماما شيلي لي بقى واحده من الكبيره ديت خليها بس على جنب. بس انا اول فعلا عيديه كبيره قوي خدتها كانت من خالي، كانت برده 200 جنيه. هي ايه حكايه ال 200 جنيه؟ عايزه افهم. يمكن عشان هي اكبر عمله تقريبا. لا عشان هم عارفين ان هم لو ادونا اقل من كده اللي هيحصل فيهم. مثلا يعني انت يا نور عماله تسالي خدتوا كام. طب ما نعرف منك الاول. شكلك خدت 50 جنيه. شكلها بتغطي على الموضوع كده وشكلها ما بتلمش عيديات اصلا. 125 جنيه. لا انا بهرج يعني. هي برضو كانت في حدود 200 برضو حاجه كده يعني. هو تقريبا رقم واحد لكل الناس. هو ما بيعلاش عن 200. في خمسينات برضه يا جماعه هي اكبر عمله دلوقتي معانا. بصي عامه هو لو حد اداني يعني عيديه مش هقول 200، اقل من 100 اقول له بص حطها في جيبك. اصل 100 دلوقتي عامله زي الجنيه بالظبط، مفيش فرق كبير يعني. نوري بتقول لكم يعني 50 لا 100 اوعى 150 ممكن 200 اكيد. هحبك لو 200. انا كده ماديه وجميله صح يا نوري؟ اهم حاجه ماديه وجميله. كلنا جمال قوي على فكره. استنوا لحظه هدير جت اللي مستنياها بقالها كتير يا جماعه. مستنياها من اول الحلقه. عايزه بقى ابعت اهداء لكوكي او ميزو يعني عشان امبارح تم 2 سنين. مش عايزه ابعت الاهداء بس لكوكي، عايزه ابعت كمان الاهداء لابراهيم وياسين عشان برضو عيد ميلادهم كان اول امبارح. ونهدي لهم اغنيه لعيد الميلاد. يا حظهم عيد ميلادهم على عيد. طب يعني انا كده هديله عاديه. لا انا عايزه اقول لهم كل سنه هم طيبين يا هدير. كل سنه هم طيبين كلهم. انا بس عايزه اقول هو انا ميزو هديله عاديه واجيب له هديه عيد ميلاد؟ ده انا كده هدفع كتير قوي هم يحيدوا بعيد ميلادهم وانا ادفع. انا بتهيألي انت كفايه بقى عليكي قوي كده الاهداء ده. كفايه اهو الهديه بتاعته. شفتي نور خدمتك قوي. اهداء كفايه. طيب احنا نروح دلوقتي على طول الاهداء ونرجع لكم على طول. والسنة دي معايا
الحب طعمه جميل وكل سنة وانت طيب. ورجعنا لكم لسه مكملين معاكم بعد الفاصل الصغير ده والاهداء لمعاذ ولمعاذ، ونقول له كل سنه وانت طيب هو ياسين وابراهيم، ونرجع تاني في موضوعنا. بالظبط يا ارزاق. وعايزين بقى نقول للناس ان العيد خلاص جاي، وزي ما انت قلتي يا ريت كل واحد زعلان من حد يصالحه ويبعت له مسجات. ودايما خليكم فاكرين ان العيد دايما بيقربنا من بعض، مش رمضان بس، وان احنا ما ننساش عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا متعودين عليها وننسى بعض. حد عنده نصيحة تانية عايز يقولها؟ يعني الواحد في طول السنة بيبقى مشغول بشغله أو بحياته عامة أو بالمشاكل اللي بتواجهه، فاحنا بنقول إن العيد يمكن بيقرب شوية ما بين العيلة، ما بين الصحاب، بيبقى فيه صلة رحم أكبر. فياريت إن احنا نخلي الحاجة الحلوة اللي في حياتنا العيد، إن احنا نتجمع كلنا مع بعض، نكون كلنا ما فيش حد شايل من حد حاجة، كله يصفي اللي في قلوبه وفي نفوسه، يعني عشان يبدأ حياة جديدة، حتى يرجع للشغل بتاعه ولحياته الطبيعية بروح كده كويسة. يا ريت يا هدير فعلا كله يصفي كل اللي جواه ويرجع بضمير وبنيه صافيه، وكله يرجع يكلم كله عادي ومحدش يبقى زعلان من اي حد، وكله في العيد ده يرفع سماعات التليفون ويقول لكل الناس كل سنه وهو طيب، واي حد زعلان منه يصالحه، علشان بجد مش ضامنين العيد الجاي هنكون مع بعض ولا هنكون فين. يا رب نقابلكم العيد اللي جاي. ونوري دلوقتي حابه تقدم لنا كلمه. بصي وانا متفقه جدا مع هدير ان احنا لازم نزود شويه من صله الرحم، ونبتدي نقرب شويه من قرايبنا، ونبتدي نروح لهم اكتر. وانا كنت مبسوطه ان انا كنت معاكم في برنامج بنات سيكيميكي النهارده. كانت معاكم نوري علاء وارزاق الدبلاني وهدير عاطف ونورهان ابو العز. بس معلش عايزين قبل ما نختم نقول لكم ان احنا هنعمل فوتنج على البيج بتاعتنا، حابين برنامجنا يكمل معاكم بعد رمضان ولا لا؟ يا ريت تشاركونا وتقولوا عايزين البرنامج يكمل ولا لا، وهنستنى الفوت بتاعكم. وهندسه كانت معاكم نوري علاء وهدير عاطف وارزاق الدبراني ونورهان ابو العز، هندسه صوتيه كريم وعبد المصري. ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم ولصوت عبد الحليم، لنومي في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر، للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح، لأول لمسة من إيدي اللي حبتها، لضحكتها ورقتها وبرقتها، لدمع في عيني يوم البعد خبتها وانا مجروح. ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال. بشتاق لخالي وعمي والجدي، لحوادث من بتوع ستي، لليلة من ليالي زمان، لفرح بيملى كل مكان. ساعات
بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير، لا باتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين. نلعب الكورة في الشارع في حتتنا، لأمي وهي بتعيد على جارتنا، لرمضان لما بنوره يهل على بيتنا وكل مكان. حاجات عدى عليها سنين سابت فينا صور جوانا عايشة زي أسامينا، ولا الدنيا ولا الأيام تنسينا ليالي زمان ساعات ساعات لأي